السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لكم، تحياتي للمغاربة فينما كانوا أينما حلوا وارتحلوا. مرحبا بكم في قناتكم مدار الساعة. الفيديو هذا غادي نشوفوا شي نماذج ديال البشر، ديال الناس اللي راكو عارفين شكونو، باينين شكايا لافريك، كيبقاو يسبوا في المغاربة ويعايروا فينا، وحنا والله عمرنا جبدنا شي واحد، وعمري سمعت شي مغربي كيسب فيه. نشوفوا ردة فعل ديالهم على فوز المنتخب المغربي مع هولندا، غادي نشوفوا ردة فعل العرب شكايا لافريك، ونشوفوا ردة الفعل ديالهم امام الناس، واش حنا اللي كنأديوهم اولا هما اللي كيأديونا. اما حنايا ما كنأديو حتى واحد، والله الا هما عياو يسبوا كيسبوا في عباد الله. سبحان الله، ما هاد الناس هادو ما فهمتهمش علاش كتسب في واحد اخر. حنا ما كنسبوكمش. كملوا معايا الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو خليونا لايك، ابونا فلاشين ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله. يسموني هولندي، يسموني ديون، يسموني خرافنبرغ، يسموني خاك، يسموني فان دايك. وانتري انا هولندي. اليوم غادي الزنباع وين ينباع. اليوم غادي يقبوك رواحين الهولنديه، غادي يطحنوكم، غادي يردوكم غبره، غادي يردوكم طول. ما نديرهاش كاع، واللي هي ما رانيش نستمتع بها. هي انا كرويا ما نبغيهمش، هذيك باينه. صاروا من تجي بارتيه تاعهم نقعد قدام تلفزيون ونسريهم ونقلع، هذيك ما نبغيهمش. باسكو الا كان ما تبغيهمش وما تعجبهم غادي يدخلوك في ازمه نفسيه كيما انا البارح شفت صوالح بيزان، شفت لا هولند قدناها لهم خوتي. هذه كره قدم وانا في حقيقة تقال المنتخب المغربي منتخب قوي، خاطي سياسة وكاع، نهضروا بالون، نهضروا كرة قدم. المنتخب المغربي حقارين، حقروا هولندا، مالي لا طواحين هولندية لا والو. الطواجين المغربية قضبوا الطواحين الهولندية، طوجنوهم 120 دقيقة. المنتخب المغربي سيطر على المباراة طولا أرضا، سيطرة تامة. اللي تعجبك في المنتخب المغربي عنده بيت راهم حابين يوصلوا له، واللي هو لا فينال بارتيا صراع. قلت ربحت صحتي خير اللي قعدت ل5 تاع الصباح باش نتفرج على هادو تنزانيا هو ولا شيء. يزيد واحد يقول لي هولندا عندهم ايكي يشكلها علاش اش راهم التاليه واكسيون ما داروهاش. هولندا يضيعوا في الوقت باش يروحوا يلعبوا بينالتيات. هادو ياماتهم راحوا مع فون بيرسوبن وشنايدر بارتيا 1-1 بيت فوت ديفونسيف تاع مغرب. الجزائريه من التالي نديروا حاجه شابه، خاطر الجايه شوفوا المغربي اللي نقارعوا لهم يربحوا، ولا نقارعوا منتخب عربي يكتسح منتخبات العالم، واه بصح باش نقارعوا لهم يخسروا غادي نسهروا على باطل. هذه هي باسكو علاه منتخب يلعب على العالم، على شعبه، يحط كاش عنده الدم كنيس باش يربحوا وباش يفرحوا شعبهم. هذا المنتخب اللي تصار على جاله قدموا درس عظيم في كره القدم، كلاوهم تكتيكيا دفاعيا هجوميا وسط، كلاوهم في الديال في السما في بهدلوهم بولا. المغرب تستاهل ترفع 90 دقيقه وفي 120 دقيقه وفي ركله جزاء. منتخب يعرف يدير كلش، منتخب لاعبينه يلعب على شعبهم وعلى جال الاعلام، حطوا كاش على الملعب ما تباني. مبروك في 2022 بالك صح. المغرب تتأهل أمام المنتخب الهولندي في مباراة دراماتيكية بركلات الترجيح. المنتخب المغربي خوتي نتحدثوا كرويا، المنتخب المغربي استحق التأهل عن جد، لأن هولندا لم تأتي لتلعب كرة القدم. المنتخب الهولندي غايب تماما، يعني منتخب هولندي الذي يلعب كرة القدم. منتخب هولندي يعتمد على الفرديات، منتخب هولندي مركز تماما، أصبح يعتمد على المرتدات. المنتخب المغربي فرض أسلوب طيلة المباراة طيلة 120 دقيقة، فترة قصيرة فقط ليش شفنا هولندا تبادر في اللعب. المغرب أعطى الكثير من الفرص، ربما فرصة رهيبة قادرة أنه ما تخليناش نشوفوا ركلات الترجيح، وبالتالي باش نعرفوا خوتنا عادي. المنتخب المغربي حقق التأهل إلى الدور النهائي ليضرب موعدا مع الكندي الذي نظن بأنه لن يكون بذلك خصم الذي بإمكانه والله أعلم أنه ما يقدرش يكون بمستوى المغربي في المباراة المقبلة. يعني المغرب ستصطدم بفرنسا في حال تأهل فرنسا وراح تلعب مع الربع النهائي، أتوقع هذا. منتخب المغرب الى دور 16 ومنتخب هولندا برديال بضربات الترجيح زي ما توقعها ملك ملوك توقعات. اوعى تفتكر ان هولندا ضعيف، منتخب هولندا جامد بس بالعملاق قابل وحش اسمه منتخب المغرب. الله اكبر، والله العظيم انا ممدق نفسي ان ده اليوم شوف فيه منتخب عربي بيلاقي منتخب اوروبي من منتخبات الصوره، منتخب هولندا ومنتخب هولندا منكمش دفاعيا مرعوب، خايف من المنتخب المغربي يتمنى انه يتعادل ويوصل ضربات ترجيح. المنتخب المغربي كلوهم والله، شوط تاني واكسترا تايم واكسترا تايم. اتفرج على الاحصائيات، استحواذ 70%، هجمات، تسديدات، كره، كله
مغرب كله مغرب كله ما فيش حاجه اسمها هولندا. مسحوا بيهم الملعب طول وعرض، اقسم بالله قطعوهم كوره. هم الافضل يا عم، لازم يكسبوا يا عم، لازم يصعدوا يا عم. والله المغرب احد المرشحين للفوز بكاس العالم، مش بس انها تروح لبعيد. المغرب مختلف عن اي منتخب عربي تاني. مرامي للجميع، المغرب عقليه مختلفه، امكانيات مختلفه، قدرات لعيبه مختلفه، قادرين يروحوا لبعيد وياخدوا كاس العالم عادي جدا زيهم زي اي منتخب. هولندا النهارده تتفرج عليهم اقزام في الملعب، عمالقه في الجسم لكن اقزام في القيمه في الملعب. النهارده المغرب بتروق كوره. معلش يعني المنتخب اللي عنده ديوب مدافع الصخره الدفاعيه ما ينفعش غير انه ياخد كاس العالم. المنتخب اللي عنده ياسين بو حارس مرمى ما ينفعش غير انه يكون بطل العالم. المنتخب اللي عنده الحاج نصير مزراوي افضل لاعب في خط الظهر في كاس العالم شافته عيني حتى الان ما ينفعش غير انه ياخد العالم. نائل العيناوي صاحب الثلاث في نص الملعب، اشرف حكيمي ما نعرفوش هو باك رايت ولا مهاجم وينج ولا ايه بالظبط، في كل حته بيلعب يخرب بيت الجمال. منتخب اسماعيل صيبري، يا الله على صيبري، حتى لو مش موفق القوه والامكانيات البدنيه والسرعه والطول موجوده عنده، ايه الجمال والعظمه دي. عنده ايوب بوعدي اللي عنده مين، وعز اناحي وجمال عز الدين اناحي، ضايق منهم الاثنين هو ابراهيم دي والخنوس اللي كنت شايف انهم سيئين. اول ما طلعوا من الملعب المغرب اتحول على منتخب هولندا وسجلوا جول التعادل ومسكوا الماتش بالطول والعرض. مبروك لشعب المغرب يا جماعه، مبروك للشعب المغربي. تستحق الفوز، تستحق الصعود اقوى من المغرب يوم مره. الواحد كان خايف، الواحد كان يا رب المنتخب المغربي يعمل جيم كبير يقدر يعدي من هولندا، لانه ماتش صعب على اي حد الا المغرب. المنتخب المغربي هو الصعب على اي منافس ليه رسمي. منتخب المغرب هيقابل منتخب كندا في دور ال 16. المغرب تقدر تاكل كندا باذن الله وتروح لدور 8 للثمانيه الكبار وتشوف مين يجي لها، وغالبا للاسف في سكه خمسه، بس الله اعلم فرنسا توصل ولا لا. شفنا منتخب المانيا بيودع، وادي هولندا ودعت، والله اعلم ايه اللي هيحصل. قلت المغرب هتصعد، المغرب صعدت، قلت لك ضربات ترجيح صعدت بضربات الترجيح. ملك ملوك التوقعات خد منه وراجع صوره. والله سير يا جماعه ما تكذبش على روحك، كل لو كان مرة عندهم منتخب بريمير ليج يعرفوا يقول الله غالب. هذه يقولوا انا عندي ناس